من كام يوم سمعت خبر إن في لعبة اسمها كونكورد اتصرف عليها 400 مليون دولار. وبعد ما نزلت اللعبة اتسحبت من كل حتة عشان تقريبا محدش اشتراها. وده خلاني أفكر، معقول لعبة تحتاج الفلوس دي كلها عشان تتعمل؟ فخلينا النهاردة نتكلم على بيزنس الفيديو جيمز، وهل هو مربح للي عايز يخش فيه ولا لأ. قناة ستارت اب بنقدم محتوى عن ريادة الأعمال والبيزنس والاستثمار، وأفكار كتير ممكن تفيدك لو أنت بتبدأ بيزنس جديد أو حتى لو اوريدي بدأت. المعلومات اللي بتقدمها في الفيديوهات دي بتكون عبارة عن كتب، مش بنلخصها، بنشرحها شرح كامل، ومعلومات متجمعة من أكبر وأهم رواد الأعمال في العالم. فلو مهتم بإن أنت تعرف أكتر، اشترك في القناة. الفيديو جيمز بتجيب فلوس كتير لدرجة إنها بقت بتعمل فلوس أكتر من الأفلام والأغاني المجتمعين. فخلينا نشوف الناس بتكسب ازاي بالظبط. هي مبدئيا الجيمنج مبقاش بس عبارة عن شوية ألعاب واسطوانات، ده بقت صناعة بتساوي مليارات. فأنت عندك الرياضات الإلكترونية الإي سبورتس، والناس اللي بتلعبها بيطلعوا ملايين، أو صناع المحتوى على تويتش ويوتيوب اللي بيطلعوا فلوس من الرعاية والإعلانات. الفيديو جيمز مش حاجة سهلة إن أنت تشتغل فيها، لأنها زي الأفلام، ممكن الفيلم يقعد 3 سنين عشان يخلص. الألعاب ده بالنسبة لها أصلا قليل. في الألعاب ممكن تقعد بالعشر سنين لحد ما تخلص. وعشان تعمل لعبة واحدة انت محتاج جيش من الناس، مبرمجين، مطورين ألعاب، ومصممين وكتاب، مخرجين وممثلين صوتيين. طب الشركة تدفع للناس دي كلها؟ طب هتكسب ازاي طيب؟ وازاي بيسوقوا الألعاب عشان اللعبة تبيع كتير؟ لما اللعبة تكون لسه بتتطور، اللعبة التسويق بتاعها بيبتدي، فتلاقيها في مؤتمرات الألعاب زي E3 وجيمز كوم. الألعاب بتتعرض لأول مرة في الأحداث دي، ولو الناشر معروف بيكون عنده العرض الخاص بيه. زي بلاي ستيشن عندها العرض الخاص بتاعها اللي هو ستيت اوف بلاي، اللي بتعرض فيه الألعاب الجديدة بتاعتها. وفي أحيان كتير بيكون العروض اللي الشركات الألعاب بتعملها تكون نصب في نصب، زي أنسم مثلا، اللعبة اللي ظهرت وأبهرت العالم كله لما اتعرضت. وفي النهاية طلع إنهم كانوا مصممين العرض ده مخصوص علشان الناس تتحمس اللعبة، وفي الآخر اللعبة طلعت سيئة جدا. بس المهم لما اللعبة بتتعرض، المواقع الإخبارية بتاعة الألعاب والتقنية بتبدأ تتكلم عن الألعاب دي، ومن هنا الناس بتعرفها. وعرض في التاني، وبيجيبوا كمان الصحفيين في الإيفنتس عشان يجربوا اللعبة ويقولوا رأيهم فيها. وفي النهاية اللعبة بتنزل وبينزل لها مراجعات، وهي الشركة بتبعت للمراجعين نسخ عشان يراجعوها قبل ما اللعبة تنزل. بس الشركة لحد دلوقتي لسه مكسبتش. أمال بيبيعوا امتى؟ هي اولا بيكون في حاجة اسمها طلب مسبق، وده قبل ما اللعبة بتنزل ممكن حد يطلبها وبياخدها بدري قبل ما تنزل بفترة بسيطة. وبيعملوا اكتر من نسخة للعبة، النسخة العادية والنسخة الجولد والنسخة الكوليكتور اديشن، وكل واحدة فيهم بيكون ليها مميزاتها. بس الربح الاكبر طبعا بيجي من النسخ الديجيتال، عشان بكل بساطة تكلفة الشحن او الاسطوانة ونسبة المحل كل ده بيتشال، واللعبة بتتباع بنفس السعر، فالفلوس بتروح نسبة للستور سواء كان بلاي ستيشن او اكس بوكس، وبقية الفلوس كلها بتروح للناشر. دي كده ألعاب القصة، إنما الفلوس اللي بجد لسه جاية. ألعاب الأونلاين أرباحها أعلى بكتير من ألعاب القصة. طب الألعاب دي أغلبيتهم ألعاب مجانية، أمال بتعمل فلوس إزاي؟ أكتر مصدر الشركات بتطلع منه فلوس هي في السكنات والشحن. أيوة، يعني أنت بتلعب فورتنايت مثلا، طب إيه رأيك تدفع 10 دولار وتاخد سكن اللي هو شكل بس على فكرة، أو تاخد باتل باس بيديك أشكال أكتر وأشكال أكتر للأسلحة وكده. طب ايه الحوار ده؟ هو معقول حد يدفع فلوس في شكل؟ العبقرية هنا ان الشركات بتلعب على نقطة ضعف الانسان، وهي الاحساس بالتميز. انت كأنك عايز تجيب لبس او عربية جديدة. دي كانت كل حاجة عند الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وشاركوا الفيديو مع اي حد مهتم، واشتركوا في القناة لو عايزين تشوفوا محتوى زي ده اكتر. سلام.